السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهارده بقى جايين لكم كده ايه بيوم من ايام رمضان الجميل اللي مليان ايه، ربنا يملاه بركة يا رب. نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ويلا نشوف عملنا ايه مع بعض. هنا كده كنا عاملين عصير برتقال بالجزر حلو قوي اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض، وعملنا كمان عصير فراولة بالبنجر عشان طبعا نرفع عشان نغذي الولاد كده ونغذيهم ونظبطهم يعني. وعملنا كمان جلاش، وعملنا فراخ، وعملنا رز، وعملنا اهم حاجة طبعا الشوربة دي بتخلي المعدة حلوة قوي، يعني مش بتتعب المعدة ساعة الفطور. يعني طبعا بنبقى صايمين طول النهار، فبنيجي بقى ايه نبقى عايزين نشرب شوربة كده. هنا كده نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ويلا بينا نبدأ بقى الفيديو. هنا كده كنت بعمل الرز، كنت بحمره، حطيت شوية زيت على شوية على حتة سمنة ورشة ملح خفيفة كده. رشة الملح دي بتساعد على تنشيف الرز بسرعة او تحميره بسرعة. وهنا كده كنت بوريكم ان انا كنت مولعة على الفراخ. بجد كانت ريحتها وطعمها كان جميل جدا. الاكل كله بصراحة كان ما شاء الله اللهم بارك، كان بجد كان حلو قوي. يستاهل بقك يعني. صلوا بقى على الحبيب المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نكمل مع بعض. هنا كده كنت لسه برضو بكمل تحمير الرز. زي ما قلت لكم حطيت ميه ماده دهنيه، ورحت حاطه بقى شويه رز كده وكنت بحمره. وهنا كده كنت بقطع البصل. بصوا انا هوريكم هنا، بصوا هو ده السمك اللي انا كنت عايزاه. السمك ده بقى في صينيه البطاطس بيخلي البطاطس كده طعمها جميل، ومع البصل بقى مع التوابل بجد بيودي صينيه البطاطس في حته تانية خالص. هنا كده كنت بحط السمنه بقى، وقلت ايه ادبل كده البصل اديله تقليبتين يعني كده على النار، ونبتدي ان احنا ايه نعمل بقى صينيه البطاطس مع بعض. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا كده كنت بقطع فص توم. التوم ده متفرز، انا كنت عاملاه في الفريزر، يعني كنت حاطاه في الفريزر. قطعت فص، وده كان تاني فص، هما فصين بس. وبدأت ان انا هنا كده انزل بالبطاطس. قلت ايه اديها تقليبة كده اما بتشوحي البطاطس مع البصل، مع لو عندك قرن فلفل او حاجة بيخلي بقى ايه طعم البطاطس بصراحة بيروح في حتة تانية. هنا ده كان حتة قرن فلفل كده اصفر، كنت هرميها. قلت بدل ما ارميها نستفيد بيها يعني. طبعا ايه احنا ما بقيناش ترمي حاجة عشان خاطر الحاجة بقت غالية قوي. ربنا يا رب يرفع عننا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. ربنا يا رب يرحمنا وايه ويرزقنا كده برزق عيالنا يا رب كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا كده نزلت بالفلفل مع البصل، مع ايه بقى مع كيس طماطم من اللي احنا كنا مفرزينه برضو مع بعض، مع كوباية ونص مية كده، اللي نبتدي اللي هي ايه وغطيتها. وهنا كده بقى كنت لسه بكمل تحمير الرز. بصوا كان بقى شوية رز كده ايه كانوا ايه يعني دهب كده. هنا كنت نزلت بقى ببقية الرز بعد ما بقى ايه اداني اللون الذهبي اللي انا عايزاه، ونزلت كمان بمعلقة ملح تاني. ما تنسوش ان احنا كنا حاطين ملح في الاول. دايما تاخدي بالك ان انتي لما تحطي الملح في الاول ممكن تستكفي عليه، بس ايه يعني انا حطيت ما حسيتهوش ان هو كده هيبقى مظبوط، فعشان كده نزلت تاني. وبعد كده نزلت بالمية بتاعتي. لو عندي شوربة لحمة بحب ممكن ازودها للرز، انما مش بحب اعمله بصراحة بشوربة الفراخ. هنا كده وابتديت ان انا ايه انزل بقى ايه ابهر البطاطس بتاعتي. حطيت لها ملح وحطيت لها كمون، وكمان اهو هنا كده حبة كمون صغيرين كده على الماشي، وكمان حبة فلفل اسود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. هنا كده اديتها تقليبة خفيفة بقى، وبدأت ان انا ايه اعمل الجلاش. بصوا كله ورا بعضه كده ايدي بجد والله العظيم الاكل مش بياخد وقت طول ما انت بقى ايه بتعملي الحاجات. بص يعني مع بعض ايدك شغالة في كذا حاجة. الحاجات مش بتاخد وقت. الفضل هنا بصراحة يرجع لحماتي، هي اللي علمتني موضوع السرعة شوية. يعني انا لسه ما وصلتش للدرجة اللي هي
العالية دي في السرعة، بس بصراحة لا، بقيت اعمل كذا حاجة في وقت واحد. هنا كده بعد ما اديت للصينية بقى كل رق كده دهنة سمنة حلوة، نزلت عليها بقى ايه بحتة جبنة كده، حتة جبنة بيضة، حتة جبنة كيري، حتة اي نوع جبنة انت بتحبيه حطيه مع الجبنة الموتزاريلا او الجبنة الميكس. شوفي او لو عندك رومي عايزة تحشيه، اي نوع جبنة عايزة تحشيه احشيه. انا بصراحة قلت ايه مش هحشيه لحمة، انا عاملة فراخ، فقلت ايه يعني نوفر بصراحة. وهنا كده بدأت ان انا اقطعه شبيه للسمبوسة، عشان خاطر ايه يعني ما كنتش عاملة سمبوسة، فقلت ايه الجلاش شبيه السمبوسة، تحسوا ان هم قرايب يعني من بلد واحدة. فقلت ايه لما اعمل كده السمبوسة الجلاش انا نشبهه بالسمبوسة. قطعته بقى كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما خدش وقت، وبصراحة يعني ولادي كانوا مبسوطين منه قوي وكانوا حابينه قوي. عايزة اقول لكم ان الجلاش ده اثر على صينية البطاطس، خلى صينية البطاطس يعني ايه تقعد معانا. انما بصراحة كلوا الجلاش وكانوا فرحانين وكان عاجبهم جدا اكتر من ابو لحمة، سبحان الله. والله العظيم يعني بصوا بقوا يتخانقوا عليها كده. وانا اول مره بصراحه، انا قليل قوي لما بعمل صينيه واحده، انا اغلبيه الوقت بعمل صينيتين، بس ممكن اعمل صينيه باللحمه، صينيه معاهم بالجبنه كده. هنا كده كنت بوريها لكم بقى ايه، بصوا في الفرن وهي ايه متدلعه بقى. وهنا دي كانت صينيه البطاطس برضو، كنت بديها وش واديت لها وش خفيف كده، مرضتش ان انا اتقل عليها عشان خاطر. وبصوا هنا الجلاش بقى، سيدي يا سيدي على الدلع بقى. بصوا انا قطعته شبه السمبوسه يعني زي ما قلت لكم. وجيت بصراحه بقى جيت اقطعه، بصوا الجبنه كانت سخنه جدا. سهيل طبعا قال لي ان هو هيتبرع بان هو يقطعها، بس ايه ما برضو ما كانش قادر، راح نتشها كده على طول. بصوا ما كانش قادر وسابها، كانت سخنه جدا. بيقول لكم اعملوا لنا لايك. وهنا كده كنت بوري لكم شكل الاكل تاني. بصوا الرز بقى والجلاش اللي بالجبنه، واديته بقى رشة جبنة كده على الوش مع نص كوباية لبن، والرز مفلفل بقى والفراخ محمرة وحاجة ايه، سيدي يا سيدي على الجميل. بجد كان الاكل كان جميل جدا. يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم. ما تنسوش لو وصلتوا معانا لحد هنا تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم وما تزهقوش مننا. ودايما يا رب تدعمونا باللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.